كالعادة بتبص عليه من بعيد وهي بتتمنى انه يقول لها كلمتين يبلوا ريقها او انه يكون شايفها من الاساس. فضلت مسهمة عينيها معاه وسرحانة لحد لما ابوها نده عليها كذا مرة وهي ولا هنا، وفي الاخر على صوته: يا ملك يا ملك يا بنتي، مالك سرحانة في ايه عاد؟ بقالي هنادم عليك يا حبابة وانتي ولا سمعاني ولا هتردي على ابوكي. فقت من سرحانها وهي بترد على ابوها: معلش يا بوي حقك عليا، رايد مني حاجة؟ مالك يا بنتي حالك ما عجبنيش، انتي تعبانة يا بنتي ولا فيكي حاجة؟ ابتسمت بسخرية وهي بتبص على عربية الزبالة اللي سحباها وابوها بحط فيها اكياس الزبالة. هو أنا اللي زي يا بوي ليها حق تتعب ولا تزعل ولا تعترض؟ انا ما عنديش اختيار للزعل واللوم يا بوي. بص ابوها على نفس العربية اللي هي بتبص عليها ومستعرة منها: يا بنتي دي شغلانتنا ورزقنا واكل عيشنا اللي هناكله بالحلال، ما تبصيش لبعيد يا بنتي واحلمي على قد توبك وسيبك من دماغك الشاردة دي، هتتعبي حالك وتتعبيني وياكي. يلا يا بنتي همي عشان نلحق ونخلص اليمة الشرقية دي قبل أذان الظهر. أنا هشيل أكياس الزبالة اللي في العمارة دي على ما انت تشيلي من قدام المحلات. يلا يا بنتي الحركة بركة يا ملك. اتنهدت ملك بغلب وهي حاسة ان دي أقذر شغلانة ممكن البنت تشتغلها، وبدأت تجمع أكياس الزبالة من قدام الابواب لحد ما وصلت عند باب المحل اللي موجود جواه أكتر حد شاغل بالها وتفكيرها، بس طبعا مش قادرة انها تعترف له بأي حاجة ولا انها مشغولة بيه لانها بتستقل نفسها قوي، وكمان مش لازم هي اللي تبدأ. وبعد ما أخدت كيس الزبالة وهي بتوطي وتقوم من مكانها بصت لقيته واقف قدامها بيبصلها بصات غريبة أول مرة تحصل. مالك يا بت، كل لما تاجي تشتغل هنا وتاخد الزبالة عينيكي هتبص يمين وشمال وما بتبقيش على بعضك وتفضل تبصيلي من تحت لتحت. اتلجلجت في الكلام ما بقتش عارفة ترد بإيه، ده غير ان نظراته غريبة وهي ما فهمتهاش. ها كيف يعني؟ ما فهماش قصدك؟ وبعدين ايه بنت دي؟ أنا اسمي ملك. شكلك ما فهماش اني عارف معنى بصاتك دي يا ست ملك باشا، وكل لما تاجي مفكراني ما واخدش بالي منيكي. طب بقول لك ايه يا ست ملك، طالما انا عاجبك جو كده مفيش مانع اننا نتعرف. هاتي ايدك الحلوة دي لما اشوفك كده بردانة ولا؟ شدت ايدها منه وهي بتزعقله، ما كانتش متوقعة طريقة كلامه ولا نظراته، كانت فاكرة انه محترم ومتربي زي اخوه وكانت حاطاه في حتة تانية خالص. هملني وبعد يدك عني، اياك تلمسني تاني ولا تمد يدك عليا يا اما هتشوف مني الوش التاني، ومش عشان اني غلبانة وابويا على باب الله وشغل بيتنا على كد حالنا دي هيديك الحق انك تقرب مني بالشكل ده او تمسني. المرة الجاية أنا هفرج عليك أمة لا إله إلا الله. بصلها بقرف وقرر إنه يرد لها كلامها الشديد. وانت مين يا بنت انتي عشان تتكلمي معاي بالطريقة دي؟ شكلك نسيتي حالك ونسيتي إن انتي واحدة بتلفي في الشوارع تلم الزبالة عشان تعلي صوتك وتهددي. يلا يا بنت غوري من هنا ما عايز أشوف وشك تاني. ملك كانت حاطاه في حتة تانية خالص، شافته شاب ينفع ليها وحبته وفكرت ان هي ممكن تكون ليه في يوم من الايام، اما هو طريقته في الكلام معاها ونظراته وانه فكر يقرب منها بالشكل ده، وفي الاخر رد فعله الشديد عليها خلاها عيطت وهي واقفة قدامه، وبعد كده مسحت دموعها وهي بتقول: أنا بشتغل زبالة لكن انضف منيك، وعمري يدي ما هتتلوث ابدا وتتحط في يدك عشان أنا شايفاني احسن واغلى من اي واحدة زيك، وواحد زيك يبص عليها بالطريقة القذرة دي. قالت الكلمتين دول واخدت كيس الزبالة ومشيت من قدامه وهي حاسة بالانهزام وان قلبها فكر في يوم من الايام يحب الانسان ده. نسيت اعرفكم عليه، ده اكرم زينة شباب الصعيد، فاتح محل صغير كده على قده بيبيع فيه لبس شبابي، لكن دايما مش مقتنع بحاله ولا حياته، وزي ما بيقولوا كده مقطع السمكة وديلها. وعنده أخ وحيد شيخ العطارين، بس إيه فرق السما من الأرض. أخوه
فاتح محل عطارة جنب بينه، واللي رايح واللي جاي يشكر فيه ويقولوا شيخ العطارين أحسن واحد في صعيد مصر. مشيت ملك من قدام المحل وهي حاسة إنها اتهانت، وروحت على بيتهم وقررت إنها ما تبصش لأكرم أبدا ولا تفكر فيه. ومرت الأيام وكانت كل ما تركز معاه ترجع تفوق تاني وتفتكر هو عمل فيها إيه، لكن هو بقى اشتغلت في دماغه وكان دايما مشغول بيها ومركز معاها. جرى إيه يا أكرم عاد؟ البت دي شغلتك كده ليه؟ بعدين البت دي مالها كده واخدة مقلب في روحها، فاكرة روحها إنها برنسيسة، دي طلعت ولا نزلت بنت فتح الزبال، ده هيتلم العفش كلاته. وأثناء ما هو بيتكلم مع نفسه دخلت بنت شكلها بنت ناس قوي وغنية وراكبة عربية، وقفت قدام المحل بتاعه وقربت منه، وأول ما شاف العربية وشاف لبسها والدهب اللي هي لابساه قال: يا مرحب، يا أهلا بحضرتك، نورت المكان، تطلبي إيه وأنا أجيبه لحد عنديكي. بصت له البنت بإعجاب، طول بعرض ولابس جلابية صعيدي ومهندم نفسه، نوع مختلف من شباب الصعيد، مطور من نفسه حلو كده وشيك قوي قوي قوي، وكلامه المعسول يدوب أي بنت. السلام عليكم، أنا كنت شفت ليك بس مباشر على النت عن الحاجات واللبس الشبابي اللي انت بتعرضه، وكنت عايزة اخد هدية لاخوي، بس اعمل حسابك اخوي مش ايتها حد، ده باشا من بشوات الصعيد، وانا كنت عايزة له هدية تكون على ذوقك. انا عارفة واسمع عنيك انك كل اللي بتعرضه حاجة كده جاية من برا. كان ببصلها من فوق لتحت نظرات نالت اعجابها جدا، وحست انها نالت اعجابه. كانوا بيتبادلوا النظرات ما بينهم وبين بعض، وببص على عربيتها واتأكد إنها بنت عمد وبنت ناس أغنية جدا. واه يا ست الناس، دي المحل وصاحبه تحت أمرك يا برنسيسة، شاوري على أي حاجة حدانا هنا وهتجيلك مكانك، واعتبريها كمان هدية مني لأجل الوصال وإنك تيجي تزورينا تاني. دي طلعتك البهية دي نورت المحل وفتحت لنا أبواب الرزق كمان. ابتسمت وتصنعت الكسوف. واه ما ينفعش إنني آخد حاجة إلا لما أكون دافعة تمنها ووقتي كمان، وبعدين الفلوس دي آخر حاجة أنا أفكر فيها. هو أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ أنا بسمة الناجي. قرب منها شوية وهو بيتغزل في الاسم والشكل. واه، بسمة الناجي اسم جميل لملامح أجمل. هاي يا ست البنات، نورتيني، قولي لي بقى هتاخدي إيه؟ قولي الحق، أول مرة أعرف إن الصعيد بيجيب بنات حلويات كده شكلك، كنت هفكرهم في بنات البندر وبس. اديته ظهرها واتكلمت بدلع وقالت: واه، ومالهم ابنتة الصعيد عاد، ابنتنا متعلمين برضو وما فيش في جدعنتهم ولا جمالهم، بس انتوا الشباب هنا زي الجرع اتمدوا لبرا. بقى متأكد ان عينيها منه ونظراتها بتتبدل ما بين المحل وما بين عينيه، وزي ما تكون كده هي كمان حبيته من أول نظرة. ومين قال يا ست البنات إن احنا زي الجرع نمده لبرا؟ ده انتم على راسنا من فوق. إلا قوليلي بقى، وانت متجوزة ولا بإذن الله يعني لسه آنسة وعروسة على وش جواز؟ ضحكت وقالت: لا، أنا آنسة، بيتقدم لي ناس كتير لكن محدش عجبني واصل. طب بقول لك ايه بقى، مدامك دي انا هاخد رقم تليفونك عشان اي حاجة تنزل جديدة المحل انا بعتها لك، عشان الباشا اخوكي يختار اللي يعجبه وانا اجيبه لحد حداكي. رحبت بطلبه جدا واديته رقمها، وفضلوا الاتنين يتكلموا مع بعض كتير، وتقريبا كده شبكوا مع بعض. فضلوا يتكلموا كل يوم وكل ليلة، وهو بيرسم عليها الحب وهي كمان حبته من اول نظرة. عرف انها غنية جدا وبنت عمد واخواتها كمان في مجلس الشعب والشورى. اما هو بقى كان يدوب يجي المحل يفتح ويقعد يشرب سجاير، ولو باع قطعة ولا قطعتين يبقى رضا قوي. اما عندي ملك قررت انها تطلعه من دماغها بعد ما كانت ما بتفكرش الا فيه، لانها شافت غرضه منها لما حاول يمسك ايديها كذا مرة ويتحرش بيها. اكرم قلنا ان له اخ فاتح محل عطارة
لكن ما كانش زي أكرم أبدا. وفي يوم ملك دخلت عند العطار عشان تجيب طلبات للبيت، وأول ما شافها ابتسم تلقائي وهو برد السلام وبقول: يا مرحب يا مرحب يا مرحب ببنت الراجل الطيب اللي هو عمي فتحي كافو. أني بقالي كتير جو ما شفتوش، وكمان بطل يجي الشارع حدانا، لعل المانع خير. ردت عليه وهي موطية راسها بكسوف وقالت: الله يسلمك يا شيخ العطارين، يا بركة حتتنا. حاكم أبوي تعبان شوي، وأنا اللي هشتغل مكانه لحد لما ربنا ياخد بيده ويرجع لشغله تاني. سألت عليك العافية يا ابن الأصول. طب وهي برضك يا ست ملك الشغلانة دي مش صعيبة عليك يا بنت الناس؟ انت اللي زي حالاتك يقعدوا في البيت متستتين، او حتى تشوفي شغلانة تانية عاد تناسبك، يعني ان انت زينة البنتة. اتنهدت بحزن وهي بتجاوبه وبتقول: هنعمل ايه يا شيخ العطارين، اللي زيي نصيبها كده، وابوي ما حدهوش غيري اني واختي الصغيرة، وهي لساتها عيلة صغار وملهاش في المرمطة، ولو ما خرجتش اني مكان ابوي الناس هيشوفوا غيرنا، واحنا محتاجين الشغل ده، من غيره ما نعرفش نعيش ولا ناكل ولا نشرب. الفقراء اللي زي حالاتنا ملهمش غير انهم يرضوا بالمكتوب والمكسوب، والمكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين يا شيخ العطارين. ايوه فعلا عنديك حق. طب ما انت برضك امسيرك هتتجوزي وتتسطري في بيت عدلك، وقتها ابوك هيعمل ايه من غيرك لما تتجوزي وتسيبيه لا مؤاخذة يعني؟ انا بقول ان هو صعبان عليا، وانت كمان صعبان عليا قوي، وحالك ما يرضيش رب ولا عبد. بلعت ريقها بحزن على نفسها وعلى ابوها وعلى فقرهم وهي بتجاوب وبتقول: اتجوز؟ قلبك ابيض يا شيخ العطارين، ومين دي اللي هيرضى يتجوز واحدة زيي هتلم الزبالة من بيوت الناس وحالتها فقر وكرب ما يعلم بيها الا ربنا؟ اللي هيتجوزني هيشوف فيا حلو ايه عشان يجي ويعمل في حاله كده؟ صلى على النبي في قلبك يا شيخ العطارين. صعبت عليه جدا من زمان وهو بيشوفها وهي بتشتغل الشغلانة الصعبة دي، وخصوصا لما تكون بنت حلوة زيها ومستحملة كل حاجة. كان عايز يتكلم معاها وكان عايز يقول لها كل اللي في قلبه، لكن دلوقتي شكل كده جات له الفرصة. أنا بقول يعني وإيه اللي ما يخليش حد يشوفك ويرضى بيكي؟ ده انت بنت ب100 راجل وهتعتمدي على حالك وتسند أبوكي. انت اللي زيك يا ست ملك، والإنسان لازم يشوفها بعين الرضا والتمني، عشان كمان أي شاب يتمنى يتجوزك وتكوني أم عياله، علشان عارف إنه هيتجوز ست ب100 راجل تصونه وتصون عرضه وشرفه وتربي عياله أحسن تربية، وتبقى وياه كتف بكتف، ويا هناه وسعده اللي توافق عليه. قلبها بدأ يدق من كلامه ونظراته المحترمة، لأول مرة تسمع كلام زي ده، والأول مرة تشوف حد شايفها بني آدمة زيها زي أي بنت. بصت في الأرض وهي بتشكر كلامه: يسلم لسانك اللي هتجبر به خاطري يا ابن الناس الطيبين، والله انت اللي لسانك كيف البلسم اللي يتحط على الجروح يطيبها من الدمامل اللي فيها، ما تحرمش منيك يا شيخ العطارين. والمرة دي جابت مرة ومرة، وهما الاتنين بدأوا يتكلموا مع بعض، وكان بيستناها وهي بتلم الزبالة في الشارع علشان بس تصبح عليه ويتكلم معاها كلمتين. وفي يوم قرر انه ينادي عليها وفتحها في موضوع مهم جدا. بقول لك ايه يا ست البنتة، انا رايدك في الحلال، رايدك تكوني مرتي وام عيالي، عايزة ستتك وارحمك من اللفلفة في الشوارع، عايزة اخليكي تترحمي من العذاب اللي هتعيشيه كل يوم والتاني في الشغلانة الصعيبة دي. ردت على كلامه وهي مصدومة: واه انت رايد تتجوزني انا بصح؟ حرك راسه بابتسامة وقال: امال ايه عاد، هو فيه راجل صعيدي هيطلع كلمة من خشمه الا لما يكون متوكد منيها عاد؟ اعمل حسابك هاجي اطلب يدك من ابوك يوم الخميس عشان تبطل الشغلانة دي، وكمان اشوف لعم الحج فتحي شغلانة غير الشغلانة دي، شغلانة ثابتة مع اي حد من معارفي، عشان تستريحوا انتوا الاتنين من اللفلفة في الشوارع، واني كمان ابقى مطمن عليكم. خرجت من عنده والفرحة مش سايعاها، مش مصدقة نفسها ان الشيخ العطار اللي اي بنت في البلد تتمناه
وتحلم بيه إنه يشوفها كده، لا وعايز يتجوزها. والمصيبة بقى إنه أخو أكرم اللي كان زمان، وفعلا نفذ وعده وراح طلبها من أبوها واتخطبوا. وكمان أكرم اتجوز البنت الغنية اللي جات له المحل وشبكوا مع بعض، والأخين اتجوزوا في خلال شهر. لكن هيهات، واحد اتجوز بنت العمد ورؤساء المجلس، وواحد اتجوز بنت الزبال. ومرت الأيام، كل واحد فيهم استقر في حياته، واتجوزوا هما الاتنين تقريبا في شهر واحد. وبعد مرور السنة كان أكرم نايم لسه والعصر بيأذن، دخلت عليه مراته وهي بتقول: ما تفوق يا حبيبي، كفاية عليك نوم لحد كده. هو انت كل يوم من ساعة ما اتجوزنا هتنام لحد العصر؟ لا بتشوف شغلك ولا بتراعي محلك. أنا ما يعجبنيش الراجل اللي يبلط في البيت ويسيب مرته تصرف عليه. قام من النوم وهو بينفخ بسبب طريقتها اللي اتغيرت معاه الأيام الأخيرة، وهو بيقول لها بزعق: جرى ايه عاد يا بنت الناس، ما تهدي كده وتقولي هديت؟ ما دي حالنا من ساعة ما اتجوزنا، وبعدين انت بنت عمد مش محتاجة انك تقولي الكلام ده عاد، والمفروض مقام جوزك من مقامك برضك، وما ينفعش ان جوزك يقف في المحل. عرضت عليك تكبري لي المحل بتاعي وتبقي شريكتي، رفضتي، يبقى خلاص بقى فكك مني عاد. مصمصت شفايفها برفض الكلام وهي بتعترض عليه، وصوتها عالي شويتين تلاتة: لا يا حبيبي، حيلك حيلك، هو انت متجوزني عشان خاطر اصرف عليك وتبقى انت جوز الست؟ انا عايزه الراجل اللي هعيش معاه يكون راجل ملوه هدومه، ما يخلينيش احس ان انا الراجل وهو المرأة. وبصراحة ربنا كده ومن غير تزويق حديد، ان فضلت على حالك ده يا اكرم يبقى مش هنكمل بالطريقة دياتي. انت مخلي وشي قدام اخواتي البنات وجوازتهم، وابوي قد السبسمة بسبب ان انت مش قد مقامهم. لحد هنا وما قدرش يتحمل كلامها، فزعق في وشها وقال: واه، واهلك اللي هتتفاشخري بيهم وتركبيهم على جوزك دول علموك يا بنت الاصول ان صوتك يعلى على جوزك وتقل من مقامه وتخليه ما يسواش، مع انك متعلمة كيف ما كنت تقولي ودماغك نورة. بصت له من فوق لتحت وبدأت تهدده وقالت: شوف بقى يا أكرم، دور البرود اللي انت عايش فيه ده ما هيمشيش وياي، واعمل حسابك قدامك شهر بالكتير. لو فضلت على الحالة دي يبقى انت من طريق واني من طريق. رمى المخدة على الأرض بزهق وهو بفكرها بالعيل اللي بينهم. اعجل يا بنت الناس، احنا بناتنا عيل، ما عايزينش نسمع الناس بينا، ولا العيل اللي حدانا يتمرمط بيني وما بينك. واعمل حسابك انت اللي هتبقي خسرانة، اني ألف بنت تتمناني راجل طولي بعرض يملى العين. فبلاش طريقة التهديد والكبر والعنطزة الكدابة دي عشان ما فرش منيكي. فضلوا على حالهم ده كل يوم تدب الخناقة ما بينهم وما تهداش أبدا إلا ما كل واحد فيهم يطفش من التاني. أما في مكان تاني عند شيخ العطارين ومراته ملك كانت قاعدة جنب منه وبتقول: الحمد لله على السلامة، شكلك تعبت جو النهاردة من الشغل وواقفتك في المحل طول النهار يا شيخنا. ما تشوف حد يقف وياك ويساعدك في شغل المحل اللي هيكتر اللهم صل على النبي كل يوم عن اليوم اللي قبليه. وانت استريح شوية، ده انت هتقف يا حبة عيني من صباحية ربنا لغطسة الشمس على رجليك. قرب منها وطبطب عليها وهو بيتغزل فيها كالمعتاد. واه، صعبا عليك عاد الشيخ وتعبه، ولا عايزاه يقعد جارك يا خبيثة يدلع فيكي وما يقومش من حضنك ليل ونهار؟ اعترفي يا بت، الإنكار مش هيفيدك. ابتسمت بخلقة كالعادة وهي بترد عليه: واه يا شيخنا، انت جوزي وابو ولدي، ومن حقي اتمنى وجودك جاري ليل نهار، ادلعك واخفف عنيك تعبك ووجعك. هو انا ليا غيرك حبيب وسند؟ طب ده انت اللي شيلتني من الفقر والمرمطة وقلة الحيلة. طب ده انت اللي رفعتني اني وابوي واهلي من 7 أرض ل7 سما. الله يسترك زي ما سترتنا دنيا واخرة. ودي كانت حالتهم كل يوم، عايشين حياتهم بكل هدوء في رضا ربنا وحب ما بينهم، والاتنين مرتاحين والحياة ماشية ما بينهم زي ما قال الكتاب. وفي يوم من الأيام أكرم كان متخانق مع مراته وراح لأخوه يفك همه.
سأل عليه في المحل ما لقاهوش، فراح له على البيت. فتحت له ملك أول ما لقت أكرم وشها جاب 100 لون، لأنها ما تقابلتش معاه لوحدهم من فترة طويلة قوي ولا بتحب تشوفه، لكنه كان ببص لها برغبة زي الحيوان وقال: كيفك يا مرات الشيخ، عاملة ايه؟ والله نورتي واتدورتي بعد الجواز وبقيتي حتة على لقمة. بصت له بغضب وهي ما عجبهاش كلامه. جرى ايه عادي يا ابن الناس، كيف تقول الكلام ده؟ أنا مرات أخوك، يعني عرضك وشرفك، فعيبك إنك تقول لي الكلام ده، وخصوصي إنك راجل متجوز. ودلوقت قول عايز إيه، وإنت عارف إن أخوك هيبقى في المحل في الوقت ده، يبقى جاي دلوقت تعمل إيه؟ زق الباب اللي كانت هي واقفة عليه ودخل، فهي رجعت لورا تلقائي وهو بيرلوم عليها برود وبقول: مش عيب بردك أخو جوزك يقف على الباب من غير ما تقولي له اتفضل وتضيفيه وتقومي بالواجب معاه؟ هو الشيخ هيرضى إن أخوه يطرد من بيته ومرته تعامله المعاملة الشينة دي؟ جرالك إيه ولا شغلانتك بتاعت زمان يا بنت الزبال طبعا على عقلك ومخلياكي غشيمة وما تعرفيش تتعاملي مع أولاد الناس. غضبت من كلامه وهبت فيه وما همهاش أي كلمة قالها. أي نعم أنا كنت زبالة وبنت زبال، بس انت مش واخد بالك ان شغلانتي زمان كانت هي اللي منظفاك وهتنظف كل اهل الكفر، يعني أنا اساس كل حاجة حلوة هتشوفها العين. واذا كانت على شغلانتي اللي انت بتعايرني بيها زمان فهي فخر ليا، عشان كانت شغلانة حلال وكنت هحافظ على حالي من العيون اللي كانت هتنهش فيا. واذا كان على دخولك هنا فعشان بردك شغلانتي علمتني اني ابقى نظيفة من بره ومن جوه، ونحافظ على جوزي وعرضه وشرفه من أي كلب هيبص علي، وما ينفعش أدخلك وهو مش موجود. عايز حاجة من أخوك روح له محل وكل عيشه وقول له اللي انت عايزه. بص لها من فوق لتحت وحس انه تهزق جامد من كلامها، فقرر يجيب ورا شوية وهو بيتكلم عليها بكل خسة وبقول: ما كنتش أعرف انك جامدة قوي، لا وحلوة قوي. زمان كانت عيني تشوفك حاجة غير ما هي شايفاكي دلوقتي، وبصراحة كده أنا ندمان إني ما كنتش هلبي نظراتك اللي كنت هتبصيها ليا، وإنك كنت بتتمنيني زمان، وندمت إني ضيعتك من يدي. شهقت بصدمة من كلامه وتصريحه وقالت: أنت إيه يا بني آدم، ما عندكش دم، ما عندكش دين ولا أخلاق، إزاي تقول لي الكلام ده؟ داني مرة أخوك اللي عايش على وش الدنيا. إيه يا راجل، ما هتختشيش على حالك ولا تختشي حتى من ربك؟ صحيح ناقص عقل وناقص دين وناقص رباية. اطلع برا بيتي ولما يجي أخوك هخليه يتصرف وياك، وبعد كده ما تعتبش عتبة ظهري إلا لما يكون أخوك موجود فيها، طالما أنت ما تحفظش عرض البيوت ولا تصونها. وكملت كلامها وهي بتحذره بحدة: أني فقيرة وبنت ناس على قد حالهم وبنت الزبال زي ما أنت بتقول، لكن أعرف كيف أحافظ على عرض جوزي وشرفه، ولو طلت إن أروح فيك السجن وموتك، ولا إنك تبص لي بصة كده ولا كده، ولا تتكلم وياي بالطريقة دي وتفتكرني من النسوان إياهم اللي أنت تعرفهم واللي أنت معاشرهم. غضب من كلامها، ما كانش متوقع إنها هتعمل فيه كده، فزعق لها هو كمان وهو بقول: الله يا ناس، دي الجوالة بنامت والانصاص قامت، ما انتيش فاكرة نفسك زمان يا بت كيف كنت هتبصيلي؟ أنا كنت هشوف في عيونك إنك رايداني كل يوم والتاني، وأنا كنت هتقل عليكي وأعمل نفسي مش شايفك ومطنش، ما كنتش مستنضفك بمعنى أصح، ودلوقتي هتنتني وتتفردي على أسيادك. الله الوكيل لكون مخلى أخوي مطلقك ورميكي لكلاب السكك عشان خاطر تعرفي إن الله حق، وما تعليش حسك تاني ولا تغلطي في سيدك أكرم بيه. سيدي أكرم بيه؟ هو أنت ما تعرفش يا سيدي إن البهوية والبشوية خلصت من زمان يا جوز الست؟ والله ما فيه أزبل منك عشان يترمي لكلاب السكك، كلاب الشوارع اللي برا أحسن منيك. يلا برا بيتي بدل ما صوت ولم عليك الناس وأقول لهم إنك جاي تتهجم عليا في داري، وخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، والكلام يوصل لمرتك، مرتك الست اللي هتوكلك وتشربك يا عواطلي يا اللي ملاقيش مكان يلمك. جز على اسنانه وغضب من كلامها، وقبل ما يخرج عشان خايف من تهديدها قال لها بغضب: طب وحياة ربنا
وحياة ربنا يا ملك يا بنت الزبال، لخليكي تقولي يا ريت اللي جرى مكان، وخليكي تندمي على كل كلمة قلتيها، وطريقتك اللي تعملتي ويايا بيها لا تندمي وتتمني تيجي تحت رجلي وما تطوليهاش. ربعت ايديها قدام صدرها وهي بترد عليه بثقة. في 60,000 داهية تاخدك، مش عايزين نشوف السحنة البهية دي تاني، واعمل حسابك اني ما هخافش غير من اللي خلقني، واني في حمى وظل شيخ العطارين اللي يحبني ويتكحل عليا كمان بعينه، فاللي زيك ما يهزليش شعرة من راسي. اطلع بره يا كلبي يا واطي يا خسيس. سابها وخرج، راح على اخوه في المحل وهو شايط، وقرر انه يألف سيناريو من دماغه عشان يوقع بين اخوه ومراته اللي هزقته ومرمطته وخلته ما يسواش 3 تعريفة في سوق الرجالة. واول ما وصل عنده المحل كان بيمثل الغضب ببراعة. شيخ العطارين بصله وقال: مالك يا واد ابوي؟ شكلك هيحكي حكاوي وشايل هم الدنيا، مين اللي مزعلك؟ وواضح على وشك كده. وشه كان كله غضب وحقد وافتراء، وقال: انا زعلان منك يا شيخ، يعني يا اخوي ما كانش العشم تخلي مرتك تطردني من بيتها وتقول لي اخوك لما يجي هو اللي جاي لي ان انت لما تيجي عندنا نطردك ونفرج عليك الناس كمان. واه الكلام اللي بتقوله ده يا اكرم من ميتهك في الباب في وشي، وانت اخويا الصغير اللي هحوطك برموش عيني من بعد امي وابوي ما ماتوا، ولا انت ليك غيري يا ولا انا ليك يا غيرك، والبيت بيتك تاجي في اي وقت. بس انا معرفش كيف ملك مرتي هتقول لك الكلام ده، معقولة يا ولد؟ دي بنت اصول وهتعرف تضايف الناس كيف، فما بالك بقى باخو جوزها. انا هروح وافهم منيها، وان كان ليك حق انا هخليها تحج روح عليك ولا تزعل نفسك. وقعد شيخ العطارين يهديه وبس على راس اخوه الصغير، وبعد ما مشي قرر انه يروح لبيته عشان يسأل ملك على اللي حصل، ومستغرب فعلا هي عملت في اخوه كده ليه، دي عمرها ما هانت حد ولا زعلت حد. السلام عليكم. الا قولي لي يا ملك، من متى يا بنت الناس واحنا هنطرد الضيوف اللي هيجوا بيتنا ونعاملهم معامله شينه؟ ما تعاهدتش منك على المعامله الغشيمه دي، وخصوصي يعني لما اكون اني مش موجود ويكون الضيف اكرم اخوي. عرفت طبعا من كلامه ان اكرم سخنوا عليها. طب انت يا شيخ هتصدق عني اني هقابل الناس عفش؟ بس انت تعرف شرع ربنا وتعرف الاصول كويس قوي. هو ينفع اخوك ياجي ويقعد حدانا هنيه وانت مش موجود؟ ولا ده صح ولا يرضي ربنا، واني ما ينفعش اعمل الا الصح، وانت عارفني زين. ولو اخوك ليه حق زي ما هو جه ووقع ما بيني وما بينك، نشهد الناس علينا ونشوف اذا كنت اني غلطانه ولا لا. ابتسم لما لقى غضبها زيد، فطبطب على ظهرها وهو بيهديها وبقول: واه انت غضبتي كده ليه يا حبيبتي؟ انا بقول يعني ان اكرم اخويا من ميته وهو بيجي وانا مش موجود، عمرها ما حصلت. هو راح لي على المحل الاول ما لقانيش، انا كنت عندي واحد زميلي وعشان كده جالك على طول، بس كان المفروض ان انت تتصرف بحكمه اكتر من كده. شرع ربنا والاصول اللي تربينا عليها يا شيخ العطارين في بيت ابويا الراجل الغلبان اللي اخوك عيرني بيه، وان بنتي ناس فقراء وابويا زبال ومش من مقامكم. شرع ربنا ما فيهوش حكمه، ما فيهوش تجزئه. هو ما ينفعش يكون موجود، ومجرد ما اقول له اخوك مش هنا كان مفروض يدور وشه ويروح مكان ما يكون موجود انت. هو عمل عكس كده، دخل داري غصب عني وفضل يشتم وبهدل وزعج، وما ردتش عليه وعملته بالاصول. اني خرجته من بيتي عشان اني مرة حرة وما قبلش اني اغضب ربنا واصل. كلامها كله صح، وكل كلمة قالتها عين العقل، وهو شيخ العطارين وعارف شرع ربنا كويس قوي، وقرر انه يفرق ما بين بعلاقته باخوه وبين الصح والاصول. بسها من راسها وهو بيعتذر ليها: عندك حق يا بنت الناس، حقك عليا ما تزعليش من كلامي، واذا كان على اخوي انا هفهمه وهقوله لما يحتاجني يتصل قبل ما يجي يشوفني في البيت ولا لا. خلاص بقى افردي بوزك، ما عايزينش الليلة تقلب نكد، لانني بصراحة ربنا اتوحشتك كتير قوي انتي والولد. على طول فكت وقبلت اعتذاره، لان ملك من النوع الطيب قوي
وبتحبه جدا جدا جدا، ومن النوع اللي ما تحبش الند عمال على بطال. وقضوا ليلتهم كالعادة هادية وجميلة. وفاتت الليلة وصحيت الصبح لقيته نايم كالعادة وما راحش شغله على غير العادة يعني، ودي أول مرة يعملها. بصت في الساعة لقيتها عدت 10، ودي مش من عادته أبدا، ده بيفتح المحل الساعة 7 الصبح. قامت مفزوعة عشان تصحيه. واه، قوم يا شيخ العطارين عشان تروح على شغلك، انت اتأخرت جوي، شكل نموسيتك كانت كحلي، وزمان الزباين هيقفوا على باب المحل طوابير طوابير. قوم يا شيخ، قوم يلا بقى. ندت عليه كتير قوي عشان يصحى، لكنه كان في عالم تاني كأنه مش سامعها. حاولت تصحيه كتير لكن ما قدرتش، برقت عينيها بصدمة، واللي جه في بالها وخيالها ما قدرتش تتحمله ولا تتصوره، إن جوزها أبو ابنها يروح منها. صوتت بأعلى صوت، لمت الجيران، وكان واحد جارهم دكتور جه وكشف عليه وبص لها وقال: لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فضلت تصوت وهي بتحضنه والناس تحاول تبعدها عنه. لا لا يا حبيبي يا ابو ولدي، ما تروحش مني، ما اقدرش اعيش من غيرك. قوم يا شيخ العطارين، انا مش مصدقه حالي، كان وياي بالليل بصحتك وعافيتك، كيف تروح مني؟ قول لي يا دكتور جراله ايه؟ كان كويس بالليل، انت اكيد غلطان، وما كانش عيان ولا في حاجه واصل، كان زين وبصحته. هنعمل ايه يا بنتي؟ ادي الله وادي حكمته وقضاه وقدره، وكلنا هنموت يا بنتي، محدش يعرف ساعته. بقول لك ايه يا بنتي، بين رمشة عين والتانية بتتغير حاجات كتير. جوزك يا بنتي شكلها سكتة قلبية خلته راح لربه وقبض روحه، ادعي له يا بنتي بالرحمة، ده كان شيخ العطارين هيمشي بين الناس بالخير، ما ينفعش يا بنتي تصوتي جاره عشان ما تفزعهوش، هو ما يستاهلش منك كده يا ست الناس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني جوزي مات ولا انت هتضحك عليا؟ احب على يدك قول لي ان انت هتضحك عليا. حرك راسه بأسف وهو بأكد موت شيخ العطارين اللي ما كانتش متخيلة ابدا انه يحصل في لحظة والتانية. وبعد شوية استسلمت للأمر الواقع ودعت ربنا انه يرحمه من واسع فضله. خلص العزاء، وبعد ايام كتير من وفاة جوزها حست انها مكسورة، لكنها قررت انها تنزل وتفتح المحل بتاعهم، هو ده مصدر رزقها واكل عيشها. كان فات على موت جوزها يجي 4 شهور، وفعلا نزلت وفتحت المحل. وبعد ما قعدت شوية دخل اخو جوزها، لقاها واقفة على الكرسي بتعدل في الارفف، بصلها بصة غريبة، وهي اخدت بالها منه في المراية المعكوسة لإزاز الباترينا، فنزلت قوام من على الكرسي وهي بتقوله بجمود: خير؟ نعم، عايزيه؟ وبعدين أنا بقيت ست وحدانية دلوك ولحالي، ما عايزاش رجالة تدخل عليا، وخصوصي انت. بصلها بتحدي: واه، هتمنعيني اياك اجي محل اخويا الله يرحمه؟ ولا ايه يا ست البلنسيسة، اياك تكوني على رجلك نكش الحنة عشان هتكلمينا من طراطيف مناخيرك ولا ايه عاد؟ نفضت ايديها من التراب اللي كان فيها بعد تنظيف الارفف، وردت على كلامه من غير حتى ما تديله اهتمام وتبصله: اني ولا عايزه اتكلم من طراطيف مناخيري ولا عايزه اتكلم من الاساس، روح لحالك يا ابن الناس، مالكش صالح بيا ولا بابن اخوك، انا عايزه اربي ولدي بعيد عن القيل والقال، بعد عني وروح لمرتك هي اولى بيك. مازال ببصلها بنفس النظرات الحقيره اللي هي عارفاها وحافظاها، وقال لها: طب شوفي بقى، اني عايزه اقول لك نهايه الحديث، اخوي مات الله يرحمه وتميتي عدتك، واني رايدك في حلال الله اتجوزك واستر عليكي، واد اخوي يتربى ما بيني وما بينك، واني اولى بيك من الغريب، بدل ما تشوفي لك شوفه وابن اخويا يتربى مع راجل تاني يعذبه ومرمته، اني اولى بيكي انتي وهو. برقت عينها بصدمه من كلامه وردت عليه الرد اللي فهمه: واه، وهي اللي تتجوز الشيخ شيخ العطارين وتعاشروا وتدوج معاه الحلا كله اللي ما شافتوش ست في الدنيا كلاتها، اتفكر تبص لراجل غيره؟ شكلك اتخبلت في راسك عاد يا واد الناس، بعد عن طريقي انا وولدي،
ما عايزاش منك ولا صلة رحم ولا يحزنون. كل اللي عايزاه اتبعد أذاك عني. روح يلا، الله يسترك دنيا وآخرة، ما نقصاش أنا رمي جيت أتواصل. غضب من نظراتها المحتقرة ليه وما بقاش شايف قدامه. من كتر الغضب قرب منها وفجأة مسكها من دراعها وهو بيهزها بقوة وبقول: واه، بطلوا ده واسمعوا ده عاد يا خلق. كأنك ما فاكراش زمان كنت هتقف قصادي وهتبصيلي بنظرات كنت هفهمها واوعاها كويس قوي. كنت هشوفك يا بت وانت هتتمنيني وتتمني نظرة وكلمة مني، وانا اللي كنت هرفصك وارفضك واحسسك انك قليلة. دلوقتي هتبصيلي من فوق لتحت بصتك الحقيرة دي. اوعاك يا بت تنسي روحك، ده انت مهما كان بنت الزبال. شدت ايديها من دراعه بعنف وهي بتحذره. طب بنت الزبال هتقول لك دلوقتي بعد عني، ما طيقاش اشوف وشك. زمان كنت عيلة صغيرة ما عارفاش حاجة في الناس ولا صنفهم ولا اصلهم، ودلوقتي اوعيت وعرفت كل حاجة، وانا ست باقي على عشرة جوزي الله يرحمه. ما عايزاش رجالة تاني في حياتي، ولو هوبت ناحيتي ولا ناحية المحل ولا ناحية ولدي هلم عليك الناس واروح كمان اعمل لك محضر في الجسم انك بتتعدى عليا. انا حذرتك وعملت باصلي. بعد عني يا اكرم، احسن لك روح لمرتك بصلها في الحلال بدل ما تبص على عرض اخوك وشرفه الله يرحمه. وصلها نظرات تحدي من فوقها لتحتها وقال لها كلمتين كأنه بيهددها. طب شوفي بقى يا بنت الزبال، أنا ماشي وهرجع لك تاني تكوني فكرتي ووزنتي الكلام زاني في عقلك واعمل حسابك. أنا ما هفوتكيش لحالك وأنا أولى بيكي، والكلمتين اللي هتهالفطي بيهم دول ما يخشوش علي ومش عايز أسمعهم تاني. فأحسن لك يا بنت الناس بدل الفضايح اتلم الدور وتفكري في مصلحتك ومصلحة ولدك، عشان أني حطيتك في دماغي ومش هشيلك من دماغي واصل. حكم اللي يدخل دماغ أكرم ما يخرجش مني واصل. يلا بقى يا حلوة يا مرة المستقبل، ومن غير سلام. سابها ومشي وهي وقفت والدموع اتجمدت في عينيها وبتبص على صورة جوزها المتعلقة في المحل كأنها بتشتكيله. ليه كده يا شيخ العطارين؟ مت وفوتني للديابة المسعورة هتنهش في لحمي، ومش أي ديابة، ده أخوك لحمك ودمك. كنت شايل عني كتير قوي، كنت شايل عني عيون هتنهش في لحمي في الرايحة والجاية، وكان اللي جاي مرار طافح عليا يا شيخي. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا حبيبي، ألف رحمة ونور تنزل عليك وربنا المستعان. فاتت الأيام وفي يوم أختها جات لها البيت عشان تقعد معاها، وكان أكرم راح كلم أختها وكلم أبوها علشان يطلب إيدها للجواز. طب وفيها إيه يعني يا ملك؟ ما توافقي يا خيتي، وافقي يا بنت الناس، وهو يسترك وهو ضر راجل ولا ضل حيطة. وبعدين ده شكله شراني وما هيفوتكيش لحالك وهيخلي الناس تتكلم عليكي بالباطل وممكن كمان يسوء سمعتك. عشان كده أنا بقول إن أنت صغيرة ومصيرك في يوم من الأيام هتتجوزي، يبقى تتجوزي أخو جوزك أحسن ما تتجوزي الغريب. ده حتى ولدك يتربى في حضن عمه أحسن ما يتربى في حضن الغريب. اتصدمت ملك من كلام أختها ورفضته تماما. هو قالت: واه، كأنك اتخبلت في مخك يا بعيدة، بقى عايزاني أبدل الشيخ اللي كان يحطني في عينه وحاوط عليا برموشهم بالواد الصايع الضايع الفلتان ده. الله الوكيل ما يطول شعره مني طول ما انا عايشة على وش الدنيا، وأعلى ما في خيله يركبوا. أنا ما ريداش جواز، هو الجواز بالغصب عاد ولا ايه؟ طب ده أنا ممكن أروح الحكومة وأعمل فيه بلاغ وأخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. طب فكر يا خيتي، شكله حطك في دماغه، وبعدين كلامه واعر قوي، ما هيفوتكيش تتهني وهينطلك كل شوية، وده في حد ذاته ما هوش زين لا عليكي ولا على ولدك. وانت عارفة بلدنا عفشة، وأهل البلد ما هيصدقوا يخلوا سيرتك البانة في حنكهم طول ما اخو جوزك الشراني ده حاطك في دماغه وداخل خارج عليكي. وعت لكلام أختها وهي بتقوله لكنها حلفت بأيمان الله. طب وعهد الله يا بنت أبوي إن جرب مني
ولا جه ناحيتي لا خلي الناس تتكلم عليه، وخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه كمان، وقول على روحه يا رحمن يا رحيم. هجرسه في البلد كلاته، وهبلغ شيوخها والعمدة يبعدوها عني. أنا ما نقصاش بلاوي تتحدف علي. أنا واحدة حزينة على موت راجلها أبو ولدها اللي ما فاتش عليه 5 شهور. لا، وجاي عديم الأخلاق والرحمة يبص لعرض أخوه ويبقى هو كمان اللي نفسه فيه. لا، ورب الكعبة لا يكون هو بقى اللي جابه لحاله، ويعرف ملك بنت الزبال ممكن تدافع عن حالها وتدافع عن شرفها وعرضها وعن مال ولدها كيف. ومرت الأيام، وفي يوم كانت نايمة جنب جوزها على السرير، سمعته وهو بيتكلم وقال: كانت جمال اتخلق ليكي وحدك يا ملك، ما فيش زيك ست تملى عيني واصل، مهرب صحيح. الكلام ده سمعته سعاد مرات أكرم اللي كانت نايمة جنبه وهو بهلفط بالكلام وهو نايم. اتصدمت من كلامه وقعدت تفكر، معقولة ملك سلفتها الأرملة هي اللي جوزها بيحلم بيها؟ علشان كده النار قادت في قلبها وبقت بتغلي وهي نايمة جاره. أول ما صحيوا الصبح في الليلة اللي هي أصلا ما نامتش فيها، قالت له بسخرية: صباح الخير يا جوزي يا حبيبي، إلا قل لي يا جوزي، كنت هتحلم بمين طول الليل وهتكلم روحك وتتمنى مهرب صحيح؟ كيف ما كنت هتقول وانت نايم؟ بقول لك ايه، هو انت يا اخوي مش مكفياك الجثة اللي هتنام جارك كل ليلة؟ بنت العمدة هانم بنت باشا، عمرك ما كنت تتمنى ولا تحلم انك تنام جارها ولا ايه عاد؟ لوى شفايفه بغضب وهو بيضرب كف على كف. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، على الصبح خناقات ودوشة ما هتبطليش عاد. هي خاصلة فيك يا بنت الناس، كل يوم تنكدي على جوزك أول ما يصحى من النوم. أهي العيشة دي الواحد ما بقاش طايقها. أنا قرفت خلاص من البيت ده ومن العنطزة الكدابة بتاعتك، بلا هانم بلا باشا بلا عمدة بلا وجع قلب ونكد على الصبح. برقت عينها بغضب، الدنيا كله كان في قلبها في الوقت ده. طب وحياة شعري اللي على راسي وما يبقاش على مرة، ما بقاش بنت العمدة إن ما كنت أروح لملك دي اللي كنت هتحلم بيها بالليل وانت نايم جار مرتك، وهفرج عليها الناس وأعلمها كيف تخطف جوز بنت العمدة، لدرجة إن انت كنت هتحلم بيها. عشمتك بإيه ولا شفت فيها إيه؟ وانت يا حسرة جيبك فاضي وعقل عايز يعمل نفسه قاضي، ولا ليك لازمة في الدنيا ولا ليك فايدة في الحياة عاد. بنت الزبال بقى شافت فيك ايه عشان تخطط وتكتك عشان تخطفك مني؟ طب يا مين بعظيم يا مرنتي، لو رحتي حداها هناك المحل ولا عملت اللي في راسك لا هتكوني طالق مني وما عايز تشوف وشك تاني. انا قرفت منك ومن النكد اللي عمال على بطال والمعايرة اللي ما هتبطلهاش كل يوم والتاني. انا حذرتك بعدي عنيها وملكيش دعوة بيها. شوفي حالك وشوفي اللي ناقصك عشان تملي عين جوزك، بدل ما تنكدي عليه كل يوم والتاني لحد ما يطفش منيكي، وبعد كده تتكلمي معايا بأدب. ولا ابوك العمدة معلمكيش تتكلمي كيف مع جوزك ولا ايه يا بنت العمد وبنت البشوات؟ اتوجعت قوي انه قرب منها ومسك دراعها وردت عليه وقالت: طب والله تبقى عملت فيا معروف يوم ما تطلقني وتفكني من جوازتك السودة المهببة دي. نسوان اخواتي هيتريقوا عليا في الراحة والجاية ان جوزي وكلي ومرعى وقلة صنعة، واني اللي هصرف عليك ووكلك والبسك كمان، وشايفين اني متجوزة من شبه راجل ما عندوش ريحة الدم واصل. ما قدرش يستحمل كلامها وضربها بالقلم على وشها وأمن على السرير بغضب وهو ببخ سمه في وشها. اكده يا بنت العمدة، طب افتكري بقى تردي عليهم وتقولي ليهم ان انت اللي جريتي وراي وكنت هتجيلي المحل كل يوم والتاني وتتمني اتكلم وياك، وكنت بتتصلي بيا في نصاص الليالي وتقعدي تتكلمي معاي لحد الصبح. ما قلت لهمش ليه الكلام ده؟ ما قلت لهمش ليه ان انت اللي طلبتيني اجي اتجوزك يا ناقصة يا اللي ما شفتيش بربع جنيه كرامة؟ انا اللي ما ريتكيش ولا رايد اعيش وياك يوم واحد من النهاردة يا بوز الاخص انتي. جست على اسنانها بغضب من كلامه وتلقيحه عليها.
ايوه يا اخوي، ماني كنت مفكرة اني هحب راجل وشفت فيك معنى الرجولة، لكن ما طلعتش بربع جنيه نخوة. هتعايرني اني كنت هحبك ورايداك في الحلال؟ هتعاير مرتك ام ولدك انها كانت بتفضلك على غيرك؟ اما صحيح راجل ناقص، وانا اللي ما يشرفنيش ابقى على ذمتك. ارمي عليا يمين الطلاق وغرفة 60 داهية، ملكش صالح بيا ولا بولدي، ما عايزاش اشوف وشك ده تاني. ضحك بصوت عالي باستهزاء وهو بيبصلها باحتقار، ورد عليها بعند وقال كأنك فاكرة قلبي وعقلي دول زريبة هتطلبي تتجوزي مني وهوافق، وتطلبي تتطلقي وهوافق بمزاجك. هو كان فوق يا بت طلاق ما هطلقش، وهسيبك كده كيف البيت الوقف، لا منك متجوزة ولا منك متطلقة. هسيبك متعلقة كده، لا طايلة سما ولا طايلة أرض، وهروح واتجوز بدل الواحدة 2 و3 ستك وأنضف منك. ضحكت هي كمان بنفس الاستهزاء. بطلوا ده واسمعوا ده، قول لي بقى انك مش هتقدر تطلقني عشان ما حلتكش اللضا، عشان تسد بيه المؤخر والنفقة والمهر اللي ما دفعتوش. ارمي عليا اليمين لو كنت راجل وفيك لسه نخوة رجولة، وانا هبريك من كل حاجة. حكي ماني عارفة الصنف بتاعك صنف عرة وكحيان. اكيد انت طبعا عايز تتجوز الست مالك دي عشان تاخد دكانة جوزها بعد ما كبرت والتجارة بقت على عينك يا تاجر، انما انت طول عمرك فاشل وعايز تعيش على جفا النسوان. حرك راسه بعنده وقال برضه مش هطلقك، وهخليكي تتحايلي عليا اني احلك، وبرضه مش هحلك. هخلعك يا شبه راجل، وهتبقى الصعيدي اللي خلعته مرته، وتمشي وسط الخلايق هينادموا عليك وقولوا المخلوع اهو. قدرت تستفزه بكلامها، قرب منها وشدها من شعرها. انت هتقولي ايه يا بنت انتي؟ طب اعمليها كده وهيبقى اخر يوم في عمرك على الدنيا. خلص كلامه وزقها على السرير وسابها ومشي. رجع لبيته القديم وكل اللي في دماغه انه هيطلقها ويخلص منها بعد ما تبريه من كل حقوقها، وهيروح يتجوز مرات اخوه ويدير محله اللي بقى تجارة كبيرة قوي، وهو زي ما هو دايما طمعان انه يعيش على قفا غيره. مرت الايام، وفي يوم كانت ملك قاعدة في المحل بتشوف رزقها واكل عيشها، وهي بعيدة عن كل الناس من ساعة ما جوزها مات، وهي ما شافتش يوم عدل من كلام الناس ليها عن نزولها الشارع كل يوم والتاني عشان تراعي أكل عيشها. لكن كالعادة الناس ما بتسيبش حد في حاله، لكن دايما قاعدة جوه المحل بتاعها ما بتخرجش الشارع خالص. وفجأة باصت لقت سلفتها مرات أكرم داخلة عليها، هي ما شافتهاش إلا كام مرة معدودة، ده حتى العزا ما جاتش تعزيها. يا مرحب يا حبيبتي، تعالي اتفضلي اقعدي، قولي لي بس على طلباتك وانا اجيبها لك لحد عندك. تحبي تشربي ايه يا ست الناس؟ بصت لها من فوق لتحت وهي بترد عليها بكبر. عشان كده بقى هيجي حداكي ونطلك كل يوم والتاني، وبقى رايدك وهيحلم بيكي كل يوم، لسانك هتقلبيه كيف الحية، وانت هتتلوني على جوزي عشان تخطفيه من مرته. ما انت دلوقتي ما حداكيش راجل يلمك، فقلت ادور على اخو جوزي وما فيش مشكلة اخده من مرته وولده. بحليطك في الكلام يا ست ملك. اندهشت ملك من كلامها وطريقتها معاها وكلام الست اللي زي السم اللي نزل على قلبها يكويه، وهي بتسألها باستغراب. واه كيف الكلام ده يا بنت الاصول؟ هم خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكوا ولا عاد؟ عملت لك ايه اني عشان تدخلي عليا بالحنجل والمنجل وهتكليني في عبك؟ هي دي الله يعينك على حالك، هو ده عزاكي ليا في موت جوزي اللي حتى ما جيتيش تعزيني؟ لو هتتكلمي معاي بالطريقة دي وتفتكري انني ضعيفة ولا ماليش راجل ولا اب يحميني، اعمل حسابك يا بنت العمدة ان ليا لسان يعرف يخليكي تشوفي مجامك كويس قوي. يا اما تقعدي بأدبك يا اما تاخدي حالك وتروحي على دور ابوك العمدة يربيكي وعلمك تعرفي تتعاملي مع الناس كيف. قربت منها وهي بتبرق ليها بعيون مليانة غل وقالت والله القطة اللي كانوا هيقولوا عليها وديعة طلعت شرسة وبتعرف ترد وتتعالى على أسيادها. كأنك نسيتي يا بت
هتقفي تتكلمي مع مين؟ يا مرة انت ما عارفاش أنا مين ولا ايه؟ أنا ستك وتاج راسك، بنت العمدة يا بنت الزبال. ابعدي عن جوزي وعن طريقنا أحسن لك، عشان ما هتنلهاش. انت فاكرة يا بنت ان جوزي يبص لك؟ لا يا حبيبتي، تبقي بتحلمي وتبقي غلطانة. مشان يا بنت اللي جوزها يبص لواحدة غيرها، ده ندفنك حية وأطربق عليك المحل ده على راسك وعلى راس ولدك كمان. هو انت بتقولي ايه يا ست انت؟ جوز مين ده اللي انا عايزاه وريداه؟ يعلم ربنا ان انا لا عايزه اتجوز ولا عايزه اشوفه. انا من بعد جوزي الله يرحمه، وانا خلاص الدنيا كلاتها في كفه وولدي في كفه. وبعدين يا حبيبتي انا ما بروحش لجوزك ولا عايزه اشوفه، هو اللي اجا وطلب يدي وانا رفضته وقلت له بعد عني. ومش بساني بنت زبال، بساني مقصره فيكي قوي وهتغيري مني وشايفه في عينك غل وحقد، وعشانك ده أنا أحسن منك ألف نوبة. وهقولك وبصوت عالي ما يهمنيش، ابعدي عني انت وجوزك، وما عايزاش أشوف حد فيكوا واثق. ويا ريتك بقى يا ست هانم يا بنت العمدة تروحي تشوفي ناقصك ايه وتحاوطي جوزك وتاخديه تحت باطك عشان ما يبصش لغيرك. جزت على اسنانها بغضب وهي حاسة انها خسرت قصاد بنت الزبال وهي بنت العمدة. وفجأة قلعت شبشبها وقربت على ملك ومسكتها من شعرها ولسه هتضربها. ملك زقتها وصوتت والناس اتلمت، وهما الاتنين ماسكين في خناق بعض. حاولوا الناس يفكوهم من بعض، وبعد حوالي ساعتين من الخناقة طويلة عريضة جه أكرم بعد ما عرف إن مراته ماسكة في مرات أخوه، وضرب مراته بالقلم قدام كل الناس وقال: مين اللي جابك هنا؟ أنا محذرك ما تعتبيش حداها، ملكيش صالح بيها، يلا انجري قدامي على دار أبوكي. حقك عليا يا ملك، والله العظيم أنا ما قلت لها تجيكي، هي قليلة الأدب وقليلة الرباية، لكن أنا هربيها كويس قوي. زعقت فيه بهستيريا وانصدمت لما مد إيده عليها قدام الناس. هتمد يدك عليا عشان بنت الزبال؟ يا عربجي أنا اللي غلطانة إن نزلت من مستوايا لواحد زيك ملوش أصل ولا فصل. أنا اللي غلطانة إن اتجوزت واحد زيك. طلقني طلقني يا عرة الرجالة. حس إن كرامته اتهانت قدام الناس والستات اللي واقفين كلهم، وبصوت عالي مليان غضب قال: أنا عرة الرجالة يا قليلة الرباية. طب إيه رأيك بقى وقدام كل الناس اللي واقفة؟ أنت طالق يا عريمة الرباية. روحي لأبوكي قولي له بنتك ما عرفتش تعمر بيتها واتطلقت، وعلى الله بقى اتعدت بهنه تاني. هو أنا خلاص ما عايزش أشوف وشك يا بومة يا بوز الإخصنتي. وهنا ملك اتكلمت قبل ما تخرج سلفتها وقالت: يلا يا اخوي اتطلق مرتك ما تطلقهاش ما يهمنيش، يلا اطلع برا انت راخر، رجلك برجلها، وقبل ما تخرج من هنا تخرج انت كمان معاها. ما عايزاش اشوف حد فيكم تاني، بعدوا عني، انا ست جوزها ميت وعايزه اربي ولدي، ابعدوا عني وسيبوني في حالي. واني بشهدكم يا ناس عليه هيرمي جتته عليا ويرمي عليا بلاه، واني ما نقصاش وما عايزهوش ومش عايزه اتجوز ولا عايزه اشوف وشه. بعيدوه عني الله يرضى عنيكم. يا رجالة الكفر حرام عليكم اللي هتعملوه، مش كفاية ان ست وحدانية والحالي وانتوا سايبينه ينهش في لحمي. كان مصدوم من كلامها قدام الناس، وقدروا الرجالة اللي واقفين انهم يبعدوه وخرجوه بره المحل. اما هي بقت قاعدة لوحدها وحاضنة ابنها، بقت تعيط على حالها وهو واقف يبص لها وعايز يقول حاجة قدام كل الناس، لكنه للأسف ما قدرش يتكلم. مر بعد اللي حصل ده كذا يوم، كان قاعد في بيته كالمعتاد، ولا شغلة ولا مشغلة. لقى تليفونه برن برقم مراته اللي لسه مطلقها من كام يوم، ولقاها بتقوله: اديك طلقتني يا اكرم، ان ما مرمطتك في المحاكم وخليتك تقول يا ريت اللي جرى مكان، ما بقاش اني بنت العمدة، وهعرفك ان الله حق عشان تبقى تغلط فيا قدام الناس وتمد يدك علي، والقلم اللي انت اديتهولي انا هردهولك 10. استفزته بكلامها فرد عليها وقال: اعلى مفخلك اركبيه يا بنت العمدة. طب والله العظيم بنت الزبال طلعت اشرف واحسن منك 100 مرة، ياللي ما بتفهميش في الاصول وبتهيني راجلك على اجلتها حاجة. راجلك ابو ولدك
اللي في يوم من الأيام هيبصلك بجرف إنك وقفت أبوه في المحاكم. غرف 60 داهية، ما عايش أشوف وشك تاني، واللي نفسك فيه اعمليه، أنا ما بتهددش. خلص كلام معاها ورمى الموبايل وقعد يشرب حشيش وسجاير لحد لما عقله بدأ يغيب. وفجأة افتكر حاجة مهمة قوي، افتكر إنه كان معاه مفتاح لبيت أخوه اللي جنبه على طول، لأنهم كانوا بيتين جنب بعض. طلع المفتاح بسرعة ومشي يتسحب في انصاص الليالي، وراح على شقة أخوه وفتح الباب ودخل. فضل يدعبس في الأوض لحد ما لقاها نايمة وابنها في حضنها. أول ما حست بيه قامت بسرعة ونورت النور. يا مري، انت اتجنيت في عجلك ولا ايه؟ ايه اللي دخلك هنا يا حزين؟ جاي تتهجم عليا في انصاص الليالي؟ الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس، أكرم المجنون. انت يا راجل سكران وجاي تتهجم على مرات أخوك، يا عديم الشرف، يا عديم الإنسانية وعديم الأخلاق. ما تعليش صوتك وتسمع الناس بينا، وانت اللي هتبقي مضرورة وسمعتك هتبقى في الأرض. هقول لهم ان انت اللي موعداني وفتحتي لي الباب، وانت اللي جايلالي تعالى، وهبعت لك رسالة. هبعت رسالة دلوقت من موبايلك على موبايلي عشان اوريهم صدق كلامي. يبقى اقعدي كده واهدي وخليني اقول لك الكلمتين اللي انا جاي اقولهم لك. بقت بتحاول تتحرك وهي مش قادرة، لانه ماسكها جامد من ايدها، وكمان خايفة الولد يصحى مفزوع، وخايفة الناس تسمع بيهم، وهي عارفة انها مش هتقدر عليه، وخصوصي انه شارب وسكران. يا حقير يا سافل، وصلت بيك الجرأة انك تدخل عليا داري والأوضة اللي هنام فيها وتتعدى على حرمة بيت أخوك الميت؟ اخصى عليك، اخصى على الرجولة اللي ماتت في الحرب يا صعيدي. كيف عملت كده؟ قلت لك ما حبكش وما عايزاش رجالة في حياتي، وبعد عن طريقي، ما عايزاش رجالة. أبو سيادتك سيبني في حالي، أنا مش قدك ولا قد طليقتك ولا قد أبوها العمدة. لو أخوك الله يرحمه له غلاوة عنديك يا أكرم، سيبني واعتقني لوجه الله. بقى يبصلها بتمني وبرغبة وهي واقفة قدامه، المفروض يعني إنه هو اللي غطيها، لكنه للأسف انعدمت فيه الإنسانية والرجولة. بقول لك إيه يا ملك، كلمتين أبرك من 10. أنا عايزك ورايدك تكوني حلالي، وانت اللي مرضياش يا بنت الناس. مش كنت زمان بتحبيني؟ أنا مش عارف كنت ازاي غفلان عن الجمال والصبا ده كلاته، وسبتك تروحي تتجوز أخوي. أنا كنت حمار لما سبتك تضيعي من يدي، وكنت عارف إنك هتحبيني، كنت عارف إنك بتستمني مني إشارة واحدة عشان تكوني ليا. وأنا دلوقت جايلك لحد عنديكي وطالب الرضا منك، ومش عيب ولا حرام إن الست اللي جوزها يموت تتجوز أخوه. هو ده عين العقل. حاولت تترجاه علشان يبعد عنها وما يسمعش الناس بيهم، لكن هو للأسف ولا كان في الدنيا. حرام عليك اللي هتعمله ده ما يرضيش ربنا. أنا ما عايزاش أتجوز ولا عايزة راجل، بعد عني وعن طريق الله يسترك. ما تفضحنيش يا أكرم وسيبني في حالي أربي ولدي. كأنه ما كانش شايف ولا سامع غير شكلها الحلو اللي سحره، وبدأ يقرب منها بدون ما يخاف من ربنا ولا يراعي خوفها. هي كمان حاولت تبعد عنه بكل الطرق، وفجأة وهي بتجري منه سمعت الباب بخبط جامد، صرخت صرخة عالية، الناس كسروا الباب ودخلوا عليهم. لكن للأسف كانت طليقته هي اللي كارية واحد علشان يراقبوا، ولما عرفت انه دخل عند مرات أخوه لمت الناس عليهم، والعمدة وشيخ البلد وكل الناس كب عشان يشوفوا الفضيحة بعينيهم. تعالوا يا ناس، تعالوا يا أهل البلد، شوفوا الفضيحة اللي على حج، وخلي الجرايد والنت يتكلموا. أهي الست ملك بنت الزبال اللي كنتوا هتقولوا عليها شريفة وعفيفة، جرى جوزي في انصاص الليالي وراها، وهيعملوا حرام ربنا في بيتها عشان تعرفوا إنها كانت عايزة تخطف جوزي مني، وأنا اللي كان عندي حق في اللي كنت هقوله واللي كنت هعمل وياها، والفضيحة اللي عملتها لها من قهرة قلبي على بيتي اللي اتخرب وطلقي من جوزي أبو ولدي. هو كان واقف مصدوم مش مصدق نفسه، ازاي طليقته قدرت تعمل كده؟ وطبعا هي كانت مراقباه كويس جدا وعارفة انه ممكن يعمل اي حاجة عشان يوصل لملك. واول ما عرفت انه دخل بيتها استغلت الفرصة ولمت الناس، وحست ان دي احسن فرصة عشان تنتقم منه ومن ملك وتعمل لهم فضيحة
ما حصلتش قبل كده في الصعيد ولا هتحصل. أما ملك فضلت تداري في نفسها وهي بتعيط بشدة وبتترجى الناس وعمالة تقول: والله العظيم أنا مظلومة، أنا ما عملتش حاجة. أنا قلت له: يا أكرم أنت إزاي معاك المفتاح؟ طلع معاه مفتاح من أيام أخوها الله يرحمه، وهو اللي دخل علي وتهجم علي. والله العظيم يا ناس أنا مظلومة، والله العظيم مظلومة. أكرم كان ساكت، ما قدرش يدافع عنها، عشان لو عمل كده الرجالة اللي واقفة دي مش هتسيبه وممكن كمان يموتوه، ففضل ساكت. أما طليقته كملت وهي شمتانة فيهم: عشان تعرفوا أهو السكوت بتاعه ده يدل على كذبها، وإنهم مرتبينها مع بعضيهم يتقابلوا في نصاص الليالي عشان الناس تقول عليها الست اللي حافظت على روحها وما اتجوزتش بعد موت جوزها، وتفضل الست الوفية في نظركم، وهي من تحت لتحت هتقضيها كيف بنات الليل. استغفر الله العظيم يا رب، اللهم استرنا يا رب وبعدنا عن بنات الحرام. ملك ما استحملتش كلامها وقامت من مكانها ووقفت قصادها وبكل قوة وقلبها مليان غل بسبب الظلم اللي اتعرضت فيه. نزلت على وش الست دي بالألم وهي بتقول: منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، أنا أشرف منك ومن مليون زيك. هتلاقيكي مرتبة مع جوزك كل ده عشان تطلعوني إنني ست عفشة. أنا مظلومة يا ناس، أنا ما دخلتوش وما أعرفش إنه معاه مفتاح من الأساس، هو اللي تهجم علي وأنا بستنجد بيكم تبعدوها عني. وهنا دخل 2 رجالة ومعاهم شيخ البلد وشيخ الجامع، وهو بيهديها وبيقول: ما تعيطيش يا ام الولد، ربنا سبحانه وتعالى أراد إن حقك يظهر من فوق 7 سما، وإن سمعتك وشرفك ما يتلوثوش في الأرض بسبب واحد دنيء ما عرفش يحافظ على عرض أخوه ولا شرفه، واتسحب في نصاص الليالي ودخل عليكي دارك يتهجم عليكي، ولا كأنك عايشة في وسط ناس وهو شارب وغميان ومش دريان. الكل سكت وكأنهم مستنيين يشوفوا ايه اللي حصل بالظبط. وكمل شيخ الجامع وقال: الراجل الطيب ده كان ماشي هو وواحد صاحبه من على القهوة ومروحين، شافوا أكرم وهو عمال يتطوح ومعاه مفتاح واتسحب لحد دارك وفتح الباب. فضلوا مراقبينه وسمعوكي وانت بتصرخي وبتترجيه انه يبعد عنيكي، ولكنه قفل الباب من جوا بالمفتاح. الراجل الطيب جاني وقال لي عشان نلحقك، وكان ربنا يا بنتي بعتنا في الوقت المناسب عشان قدام الناس كلاتها ربنا يظهر براءتك وانك ست الستات واشرف من الشرف. حست ساعتها ان ابواب الفرج اتفتحت ليها ودموعها اختلطت بابتسامة، وهي بتتكلم بنصر وبتروح على شيخ الجامع وعشان توطي تبوس ايده، لكن الشيخ قال: خلاص يا بنتي، ربنا هو اللي نصرك مش احنا عاد. الحمد لله يا رب، الحمد لله، نصرتني ونصفتني. والله يا شيخ انا كنت نايمة في حالي وولدي في حضني، وبصيت لقيته داخل عليا وعايز يتهجم علي وهددني ان هو هيقول لكم انني اللي فتحت له الباب، وانا ست ضعيفة ولحالي. انا عايزاكم تحموني مني، انا ما عايزاهوش وما رايدهوش، انا عايزه اعيش على ذكرى جوزي وربي ولدي وراعي تجارتي، وهو يبعد عني، هو والست دي. الست دي مؤذية يا ناس، ارحموني منيهم احب على يدكم. شدوا ايديهم منها وهم بيتكلموا بيقولوا كلمة الحق. حاشا لله يا بنتي، محدش يقدر يجيب سيرتك ولا يقول فيكي نص التلاتة كام. ما تخافيش يا بنتي، كلاتنا هنهجارك وما هنفوتكيش لحالك ولا هنسيب حد يعتدي عليكي. وانت يا بنتي من حقك تعيشي على ذكرى جوزك وتربي ولدك وتعيشي في وسط ناسك واهلك، محدش عمره شاف عليكي ولا على ابوكي حاجة. وهنا شيخ الجامع بص الأكرم باستنكار وقال: ما انتاش مكسوف من حالك وانت هتعتدي على عرض اخوك وشرفه؟ يا اخي ده كان راجل اللي شوفه وقول عليه ولي من اولياء الله الصالحين، كيف تعمل كده في مرته وتستغل وحدتها وانها ضعيفة ما تقدرش تدافع عن حالها وتتهجم عليها، وتيجي كمان مرتك اللي ماشية تراقبك زي الحرامية والرايحة والجاية تستغل ضعف الست دي هي كمان وتعمل ليها فضيحة؟ اعمل حسابك هيتبلغ عنك جسم الشرطة وهتروح السجن عشان الناس شافتك وانت داخل عليها بيتها وهتعتدي عليها. اما انت بقى يا بنت العمدة
احنا لينا كلام تاني مع ابوكي عشان تحترمي حالك وتحط لسانك جوات حنكك وتبطلي تلسني على الحريم. حرام عليك يا شيخة، ده انت ولية زيك زيها، واديك اتطلقت انت كمان، ويا عالم الناس هتقول عليكي ايه؟ اتكلم أكرم وهو مش حاسس بنفسه ولسه متأثر بالحشيش اللي شربه. خلاص يا شيخ البلد، مفيش داعي للجسم، أنا رايد مرة أخوي وعايزة أتجوزها في الحلال ونكتم على اللي حصل، وأظن ده حقي ومحدش يقدر يمنعني عنيه. شيخ البلد بصله من فوق لتحته بنظرات احتقار، وعلشان يسد عليه الطريق وما يكونش له أي فرصة تاني إنه يبص الملك. الشيخ البلد بص الملك وقال: شوفي يا بنتي، إنك تتجوزي بعد موت جوزك الله يرحمه ده عز الحلال، وجوزك كان شيخ ويعرف ربنا، اللي هيديكي حق إنك تتجوزي وتبدأي حياة جديدة مع راجل تاني هو انتي. أخو جوزك رايدك في الحلال، شوري على روحك يا بنتي وقولي لنا رأيك دلوقت. بصت له وهي قرفانة منه ومش قادرة إنها تتخيله غير واحد سافل وحقير. ماشي يا مولانا، وأنا بقول لك يا شيخ البلد، انت وشيخ الجامع والبلد كلها أهلي، أنا مش عايزة أتجوزه ولا عايزة أتجوز غيره، أنا عايزة أعيش أربي ولدي وبس. كيف أتجوز واحد اتهجم عليا في نصاص الليالي وكان هيبصلي ويغصبني على عشرته؟ أنا مريدهوش وبتحامى منيه فيكم، بعيدوه عني، الجواز مش بالعافية عاد. بص الشيخ لأكرم وهو بيهدده تهديد صريح: شوف يا ولدي، ده ردها عليك، هي ما عايزاش تتجوزك، وعشان انت ابن ناسنا وكان اخوك يعز علينا، المرة دي بس هنكتفي بتهديدك وردعك انك تبعد عنيها وما تقربش منيها تاني، ولا من المحل بتاعها ولا من بيتها، وتنقل كمان من المنطقة دي خالص، وطليقتك هي كمان ما تجيش ناحيتها، الجواز مش بالعافية، ويا إما توافق على اللي هنقوله على حكمنا، يا إما هنسلمك دلوقتي حالا لجسم الشرطة وهم يعملوا معاك اللي عايزينه. البلد كلاتها شاهدة إنك دخلت على مرة أخوك غصب عنيها وكنت عايز تعتري عليها كمان. ورد واحد تاني من الموجودين، راجل محترم كده وله هيبة: وبعدين يا أخي خلي في عينك حصوة ملح واحفظ كرامتك، الرجولة ما بتشتريش بالفلوس، وخلي عنديك نخوة، واحدة مش عايزة تتجوزك ما تفرضش نفسك عليها بالغصب عاد. أما شيخ الجامع بص الملك وهو بيعتذر لها قدام كل الناس: حقك علينا يا بنتي، والحمد لله إن احنا جينا في الوقت المناسب، ولولا رعاية ربنا ليكي ولولا إن جوزك كان براعي ربنا فيكم وكان هيعمل الخير كتير قوي، ما كانش ربنا نجاكي من المصيبة والبلوى دي اللي كنت هتقعي فيها. بقول لك ايه يا بنتي، انت قدام كل البلد طلعتي بنت ناس وبنت أصول، وعرفت تحافظي على شرفك، ربنا يعينك على حالك وعلى ولدك وعلى مالك، وما تخافيش يا ست ملك، كلاتنا جارك وما هنفوتكيش لحالك واصل. ربنا يخليك لينا يا شيخ، انت وشيخ الجامع أهلي وناسي اللي هفضل أتحامى فيكم. أما بالنسبة لجوزي الله يرحمه، فسيرته الطيبة وعمله الصالح هم اللي هيعيشوني، ما هخافش من حد واصل، وبعد ربنا ماليش غيركم. وانفضت الليلة ورجعت بنت العمدة على دوار أبوها وهي حاسة بالحسرة إن بنت الزبال انتصرت عليها. وأكرم مشي من البلد خالص بأمر من المشايخ، وعاشت ملك تربي ابنها وتراعي تجارة جوزها في حلال ربنا. مش لازم يكون في راجل في حياتك عشان تقدري تعيشي وتخلي بالك من نفسك وتحفظي شرفك وكرامتك. الراجل الصح لو موجود أهلا وسهلا، ولو مش موجود يبقى قلته أحسن. ولا انتوا رأيكم ايه؟ ويا رب تكون الحكاية عجبتكم، وللمرة المليون يا جماعة انتوا بتتفرجوا وبتنسوا تدوسوا لايك أو تحطوا لي تعليق جميل، مع انكم عارفين ان اللايك والتعليق ده أبسط تقدير للمحتوى المتعب ده. أنا مستنية منكم تقديركم ومستنية انكم تعرفوني ان الحكايات بتعجبكم. دمتم في حفظ الله.